طبعا شنو اليوم؟ اليوم الوصفة بربينية. اليوم طبعا وصفة مارقة البربين. اللحم مال هو راح. شكرا. هذا كل ما اصور يجي اللحم طبعا كله مثل هذا راح انمرق. فاليوم طبعا الوصفة هي مرقة البربين، راح تكون على طريقة مرقة السبيناغ. ناجحة ومضبوطة 100%. شاهدوا الفيديو للأخير حتى تشوفون الطريقة وشلون راح نسويها. مرحبا. شلون الصحة؟ اليوم الوصفة راح تكون هي مرق البربين، لكن راح اسويها باللوبيا شوية تكون مختلفة، وأيضا مثل مرق السبيناغ. اللي راح نحتاج هنا عندي كمية من البربين، وأيضا عندي كمية من لحم الغنم. طبعا هذا أنا سالقة ومكملة. شوية لونه تغير لأن الهواء اللي يضرب عليه. وأيضا عندي هنا كمية من اللوبيا راح أكتفي بهذا القدر طبعا. هنا عندي حبة بصل وحدة، وأيضا عندي الشبنت المفرز، كزبرة، وأيضا عندنا الحلبة ما موجود عندي أخضر يعني خضراء، فراح أستخدم هذا المجفف أو يعني المطحون. هنا عندي هذا مي اللحم هو نفسه اللي راح أستخدمه يعني لعمل المرق. هاي طبعا هي شيء للزينة مو المكونات الموجودة. فهسه اللي راح نسويه راح نثرم البربين وأيضا نثرم البصل. طبعا حتى ما اطول عليكم الفيديو، بس راح اراويكم نموذج شلون تثرموه للبربين. راح ينثرم بشكل ناعم جيد بهذا القدر، تقدرون تثرموه لان اول تالي هو راح يذبل بالمناسبة. طبعا هسه راح نثرم البصل بهاي الطريقة، ايضا يثرم ناعم بس مو ناعم كلش يعني هيك قدر راح يكون كلش كافي. طبعا هسه كملت ثرم البربين صار جاهز عندي. هسه نروح ننتقل للطباخ خلينا ناكل. هسه جينا للطباخ، خلينا نشغل النار. اوكي هسه اشتغلت تمام. ليش؟ هسه تمام. فهسه شو نخلي زيت، كمية من الزيت هي باقي اخر شيء. هاي مال شعبية مطر. خلينا الزيت. هسه نروح نجيب البصل قريبا مالتين مو بعيد، فراح نخلي البصل تمام. بس ننتظر شوية الزيت يحمى ونحمسه شوية نكرمله ونذبله ونضيف اللحم. هسه راح نضيف اللحم طبعا بعد ما تبلنا البصل شوية. بالمناسبة اكو مكون نسيت انه اخليه ويا المكونات صراحة عن بالي، اللي هو النومي بصلا مطحونة. هذا من المكونات الضرورية لعمل مرقة البربين، لان هي تقريبا مرقة البربين نفس عمل مرقة السبيناغ، ماكو اي اختلاف بيناتهم. يلا هسه راح ننزل الشبنت طبعا بعد ما يعني حمسنا اللحم والبصل. ننزل الشبنت فرة هيك فرة حتى يعني ينقلب بصورة صحيحة، وايضا ياخذ كل مونة القدر وياه. هسه طبعا الشبنت بسرعة يعني ننزل عليه المواد لان مي محمس هواية. هنا أنا خليت كزبرة تقريبا خاشوقة شاي، ربع خاشوقة شاي من الحلبة، وايضا نوم بصرة خليها تقريبا يعني ملعقة كوب حسب رغبتكم طبعا بالنسبة للنوم بصرة. هسه هنا أنا اريد احمسهم حتى الطعم مال البهارات يطلع مضبوط. هسه راح ننزل البربين ننزله بهاي الطريقة ونظل نخلط به لحد ما يذبل، يعني يبدي ينزل المي مالته وخلطة خلط جيد. طبعا هسه راح اقلب بشكل بسيط، راح انزل النار واغطي حتى ينزل المي مالته ويقل الحجم ايضا يعني يصغر حجمه. اذا تلاحظون هسه هنا بدت يعني ذب المي مالتها وبدا يقلل او تقل الكميه. شوفوا بعد ما نستمر طبعا ذبلت هسه يعني ذبت المي مالتها، بدا تكون عندي لجعه جوا بالجدر يعني تقريبا صارت جاهزه. هسه نجي لمرحله المعجون، لازم نحمسه شويه نتخلص من الزناقه مالته قبل لا نخلطه. فراح نحمسه احنا هنا نظل نحمس بيه لحد ما يعني تروح الزناقه او الطعم هذا المطعم بالمعجون. بعد ما حمسنا المعجون حمسه زينه وتخلصنا من الزناقه والطعم ما ادري شلون بالمعجون، فرحته
بشكل جيد. وبعدها راح اضيف له مي. هسه راح نبدا نضيف المي. طبعا مثل ما قلت لكم استخدم مي اللحم جيد، ما راح استخدم المي العادي. خلي اخلط حتى المعجون ما يكون يعني متكتل، بحيث يتوزع على كل الضربين بشكل مساوي. انا ادري صوتي راح بعيد، بس القصد انه يتوزع على كل الضربين بشكل مساوي. اخلط وبعدها خلي باقي كمية المي. هسه هنا انا راح اضيف ملح واخلطه هاي شوي ربع خاشوق، اخلطه وبعدين اضيف باقي كمية المي. هسه ايش راح نسوي؟ طبعا انا ضفت كمية بالبداية قليلة مع المي، هيك اريدها شوية تلجع يعني تاخذ لجعة والطعم يكون مضبوط. راح اضيف اللوبيا ونفس الحالة يضلفها، خليها تنخلط ويا كل المكونات. طبعا بالبداية شنو بالمناسبة اكو بيهم يحطون يعني باقلة مسلوقة، او يحطون حمص، يحطون عدس، يعني بقوليات تستخدم لهاي الاكلة عادي. فمو لك يعني تكونوا متقيدين بموضوع اللوبيا. واللوبيا مسلوقة مثل ما قلت لكم تنسلق وتنزل، يعني مو تجيبوها حب بعدها ما مستوية وتريدوها تنسلق ويا المرقة، لا لازم سالقينها بالبداية بعدين تضيفوها. هسه راح نضيف كمية مي ونخلطه بشكل جيد. والله اللي يشوفها يقول سبيناخ ما يقول بري. هسه كملت المرقة مالتنا بعد الثخن مالتها من داخل المطبخ. مراسلكم الآن هذا طبخ طبعا سيف، مراسل الصفحة والمتابعين. شوف هسه هنا شلونها والله الا رهيبة. طبعا ايدي احترقت، رهيبة بمعنى الكلمة. وعوها الريحة. طبعا انا ذقتها قبل لا يعني اصور، كان طعم مالتها كلش ممتاز. اتمنى ان شاء الله يا ربي طبعا تجربوها وتنجح عندكم. وإذا عجبكم الفيديو طبعا وإذا عجبتكم الوصفة وطريقة شغلها لايك وشير للفيديو ومتابعة الصفحة. طبعا هذا يشجعني إنه حتى أنا أستمر وياكم. تحياتي لكم، مع السلامة.